السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ أنا أبو عيسى معاكم من قناة سر الطبيعة مع أبو عيسى. النهاردة هنتكلم عن تركيبة جديدة ووصفة رخيصة جدا. بنجيب البدائل بتاعتها بأرقام وأسعار عالية جدا عشان نعوض اللي موجود أو اللي بينقص عندنا في البشرة، رغم إن اللي موجود عندنا إحنا بنرميه في الزبالة وما نعرفش قيمته. النهاردة هنتكلم على وصفة غريبة ومعظم الناس مش هتقولك عليها، وهي قشر الموز. ايوه، قشر الموز اللي انت حضرتك بترميه ومش عارفه قيمته ايه. ازاي نستفيد بيه؟ وازاي هيعالج لنا مشاكل التجاعيد، ترطيب البشره وتفتيح البشره وتوحيد لون البشره. طيب، ليه احنا بنقول قشر الموز مهم جدا في حاجه زي كده؟ قشر الموز غني جدا بفيتامين سي وفيتامين اي، بيرطب وبيغذي البشره بعمق بشكل لا تتخيليه، بيخلي البشره تنتج الكولاجين الطبيعي اللي احنا بندور عليه بره. فبالتالي انا بعالج التجاعيد والخطوط الرفيعه، وبالتالي برضو بعالج البقع البني او البقع الغامقه اللي بتبقى موجوده عندي في البشره. فبالتالي بوحد لون البشره تماما بطريقه طبعا امنه، رخيصه جدا، موجوده عندنا وللاسف بنرميها ومش عارفين قيمتها. طيب، المكونات بتاعتنا عباره عن ايه؟ هنجيب قشر موزه يكون لسه طازه، يعني لسه مقشر الموزه، تمام. وهاخد معلقه عسل ومعلقه زبادي. هناخد قشر الموزه ونقطعه حتت صغيره ونحطه في خلاط مع معلقه العسل مع معلقه الزبادي، ونضربهم في الخلاط كويس جدا لحد ما يبقى القوام عندي عامل زي الكريم، عشان يبقى سهل معايا ان انا افرده على البشره. طيب، بعد كده بنعمل ايه؟ بنغسل البشره كويس جدا وننشفها كويس جدا. بعد كده بنحط الخلطه اللي احنا عملناها دي، بنعمل بيها ماسك للبشره وبنسيبه لمدة ربع ساعة. بعد كده بفركه، وبعد كده بغسل البشرة عندي. مادام احنا اتفقنا قبل كده، مادام عملت ماسك او عملت غسول للبشرة لازم ارطب بعديها، يبقى لازم يبقى فيه ترطيب بعديها بزيت لوز او جل الالوفيرا او جل الصبار اللي احنا بنقول عليه. واهم حاجة الترطيب بعد اي غسول او اي ماسك. احنا بنفقد زيوت وبنفقد مكونات كويسه موجوده في البشره عندنا، فبالتالي لازم نعوض حاجه زي كده. زيت اللوز طبعا احنا عارفين فوائده ايه، وعارفين فوائد جل الصبار ايه، احنا اتكلمنا عليهم قبل كده في حلقات كتيره قبل. يا ريت نجرب الوصفه دي وهنكررها. هنعملها مرتين بس في الاسبوع ونستمر عليها لمده شهر. من اول تجربه ليكي او من اول استعمال ليكي هتلاقي النتيجه عندك مبهره وهتعجبك جدا، وهتقولي يا ريت ما كنت رميت كيلو الموز اللي انا اكلته قبل كده. لو الحلقه دي عجبتك يا ريت نشترك في القناه ونفعل الجرس عشان يوصل لك كل الحلقات الجديده اللي هنتكلم عليها بعد كده. ويا ريت تدعوا اصدقائكم اللي بيحبوا الاتجاه للطبيعه بعيد عن الكيماويات تماما. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده مع سر الطبيعه مع ابو عيسى. اشوفكم بخير ويا رب دايما تكونوا بخير. السلام عليكم.